ينفع اروح اوس بيلدونج وانا بي اينز؟ بص هو عموما في مجالات للاوس بيلدونج بالبي اينز مفيش مشكله خالص، ولكن انت ليه تحط نفسك في خانه ان انا يمكن اتقبل وما اتقبلش؟ انت اصلا في الوطن العربي فرصه قبولك وفرصه تدويرك وفرصه ان انت تجيب عقد اوس بيلدونج مش عاليه، فانت ما تحطش نفسك في خانه ان هو مش هيبص لك اصلا. انا واحد جاي مثلا ببيتس فاي او ببيتو، تمام، خلاص هتبقى فرصتي ان هي يبقى في مجال ان هو يبص للسي في بتاعي. انما معلش ما يبقاش مثلا مقدم من كل العالم ناس بيتو وانا معايا بي اينز واستنى ان هو يقبلني. ايه اللي يخليك انت وصلت لمستوى بي اينز؟ تمام، يعني انت وصلت لمستوى بي اينز مفيش مشكله، انت تقدر تجتهد 4 5 شهور كمان وتذاكر البيتس فاي وتخش تمتحن بيتس فاي وتاخد شهادتك. ليه تعمل في نفسك كده؟ يعني ليه تحط نفسك في خانه ان انا اتقبل او لا؟ بتقدر تيجي بالبي اينز بس فرصتك هتبقى ضعيفه جدا. ما انصحكش بصراحة، انت وصلت البي اينز كمل وخد البيتس فاي وتعالى بالبيتس فاي افضل واسهل واسرع، وفرصتك في القبول هتبقى عالية جدا. هو ده قولا واحدا يعني. مفيش مجال للكلام، مفيش مجال ان انا لا انا هاخد بي اينز واجي بالبي اينز. انت خلاص وصلت البي اينز كمل بيتس فاي وتعالى بالبيتس فاي عشان فرصة قبولك تبقى عالية. بس بالتوفيق ان شاء الله.